بعيد عن الحسابات والمشاريع، عن الشغل اساسا. انا حابة النهاردة اتكلم معاكم كمريم الانسانة، حابة افتح معاكم قلبي. طبعا انا واحدة في الثلاثينات من عمري، بس اللي شفته في حياتي اكتر من حد عنده 100 سنة. طبعا انا عارفة ان في منكم كتير بيحب يتابعوني حتى لو ملهمش في الطيور، وده طبعا شرف كبير ومحبة من ربنا بتمسك بيها. طبعا انا بصور وسط طيوري برضو زي كالعادة يعني، وبحترم رغبة زوجي اني اظهر بصوتي فقط، لان الاحترام اساس كل شيء. الفترة اللي فاتت بنسمع عن اخبار توجع القلب، عن شباب زي الورد بيقرروا ينهوا حياتهم بسبب ضغوط الحياة وبسبب ناس مريضة نفسيا حواليهم. وللأمانة بقى أنا مش هتكسف أقول الكلام ده، إني في وقت من الأوقات مريت بالحالة دي. أيوة، مريم اللي بتكلمكوا دي، اللي انتوا شايفينها قوية وصاحبة محتوى وصاحبة قناة وبتعمل مشروع فراخ، كانت بتجيلي فكرة الانتحار كتير قوي. كنت بقفل على نفسي بالشهور، مش عايزة اخرج ولا اشوف حد. كنت ببص للحياة من جانب واحد بس، جانب الضلمة. كنت بعيدة قوي عن ربنا، وتفكيري كله كان محصور في كلمة: انا وحيدة ومحدش بيحبني، انا ماليش حد في الدنيا. وللأسف الوجع ده ما كانش من الغريب، الوجع ده كان من أقرب الناس ليا. الكلام السلبي والمشاكل والطاقة اللي بتهد ما تبنيش. بس في عز الضلمة دي ربنا نور لي بصيرتي، وسألت نفسي: يا مريم، انتي لو مت دلوقتي أو انتحرتي، عشان مين؟ مين الناس دي؟ أهمتها ايه في حياتك؟ بدأت أدرك إن الناس دي اللي بتأذيني دي ناس أساسا مريضة نفسيا. هما مش مبسوطين في حياتهم وعايزين الكل يكونوا زيهم. أنا لو نهيت حياتي أنا اللي هخسر دنيتي وآخرتي، وهم هيفضلوا مكملين حياتهم عادي ولا كأني كنت موجودة. قررت بقى اني اخرج من سجني دوت، بس المرة دي قررت ان انا اقرب من ربنا اكتر واشتغل واكون رئيسة نفسي، وما اشتغلش عند حد يتحكم فيا. قررت اني اعمل كيان لنفسي، محدش يبقى ليه كلمة عليا. ولما اتخرجت يا جماعة اتفاجئت بكرم ربنا. في ناس انا صدقوني يعني ما كنتش حتى يعني صباح الخير صباح النور، يعني علاقتي بيهم مش قوي، يقبلوني بالاحضان ويقولوا انت فين، مش شايفينك. ولما بتعب وعملت كذا عملية جم سألوا عليا وجابوا لي واجب، في عز ان امي نفسها ما كانتش سألت عليا. يعني بلاش نخش في تفاصيل وكلام من دوا، بس الناس يعني ناس جميلة، كانوا بيحكوا لي مشاكلهم ويشاركوني في افراحهم ويجوا يدعوني لو عندهم مناسبة. عرفت ان مش كل القريب بيحب الخير، وان في ناس مش من دمك ممكن يكونوا احن عليك من اهلك. نظرتي للحياة اختلفت تماما. شلت الناس المؤذيين من حساباتي وحطيت مكانه ربنا، ثم بيتي وزوجي واولادي وشغلي والناس اللي بجد بتدعمني بدون مصلحة. رسالتي لكل واحد وواحدة بيسمعوني النهاردة وحاسين بضيق وح... و... وان هما بيفكروا في الانتحار او ينهوا حياتهم: ما تخلوش حد يطفي نوركم. اشتغلوا على نفسكم، املوا وقتكم بالنجاح، قربوا من ربنا. صدقوني هتحسوا بفرق. النجاح هو احسن رد على الناس دي. اي حد يحاول يكسركم، اي حد يحاول يأذيكم، رد عليهم بالنجاح. انا النهارده مريم تانية خالص، مريم اللي من صغرها من وهي طفلة اتعرضت لأذى نفسي وأذى جسدي وحاجات كتيرة كانت تعرضت ليها في حياتي. حتى لما اتجوزت آه، يعني حاجات كده كانت بتحصل، بعدت خالص وكملت حياتي. يعني كملت حياتي وبقيت ان انا احاول ان انا اتغير، احاول ان انا احس بقيمة نفسي. انا مش وحشة. يعني انا ساعات كتيرة بقول لنفسي انا وحشة قوي، ومن كلام الناس كنت احس: طب انتي ليه وحشة؟ طب انتي كنت بوحش نفسي. انا اللي كنت بوحش نفسي لما بسمع كلامهم. بس دلوقتي انا لا، انا العيب مش فيا، انا العيب فيهم. هم اللي الناس مريضة نفسيا، لكن انا جوايا حاسة ان انا جوايا
حلو، جوايا ابيض، جوايا نضيف. صدقوني انا كتير كتير قوي فكرت في الانتحار، بس ربنا في كل مره كان بينقذني ويقول لي لا، انا مش هسيبك تموتي كافره، انت جواك حاجه حلوه. و... وايد ربنا كانت دايما بتسندني، يعني اي اذى كان ربنا بيبعده عني. وطلبت منه كتير ابعد عن الناس اللي بتأذيني، وحقق لي طلبي. وفي كل مرة بطلب منه حاجة بيحققها لي. طلبت منه ان انا اعمل مشروع وان انا ما اشتغلش عند حد. عملت المشروع اللي انا بحبه في بيتي رغم ضعف الامكانيات، بس ربنا كرمه كبير عليا. عايزه اقول لكم حاجه، ان كتر إن الناس اللي هي ما عندهاش حاجه تشغلهم، ناس يعني وقتهم فاضي، هم اكتر ناس بيفكروا في الانتحار. انا كنت كده، كنتش بشتغل، كنت قاعده بفكر بس في الكلام الوحش، بفكر بس في الكلام السلبي. فكانت الفكره دي دايما تجيلي. لكن لما قربت من ربنا وشغلت يومي وشغلت الوقت، خليت اغلب ايامي شغل ووقتي شغل، بقيت احس بفرق جامد. وكمان للامانه اكتر حاجه يمكن شغلتني دلوقتي وخلتني احس بكياني اكتر القناه دي حسستني ان انا ليا كيان، حسستني ان في ناس حلوه وروحها حلوه وبتشجع من كل قلبها، على الرغم ان في ناس بتقول كلام سلبي. وكنت بسمع برضو للكلام ده وكنت بتضايق، بس دلوقتي خلاص الكلام السلبي ده قليل قوي، لكن الكلام الايجابي اكتر منه بكتير. فابتديت ان انا ابص للحاجه الحلوه. انتوا كمان بصوا للحاجه الحلوه اللي قدامكم. الحياه فيها الحلو وفيها الوحش، ليه نبص للوحش دايما؟ بصوا للحاجه الحلوه، بصوا لبيتكم، بصوا لاولادكم، بصوا لحياتكم. لما تخسروا حياتكم وتفكروا في حاجه ولا في الانتحار ولا في حاجه زي كده، انتوا هتخسروا حياتكم يعني دنيتكم واخرتكم. فليه ما تفكروش في حاجه زي دي؟ ده فكر شيطاني، الشيطان بيحب يدخلك من الحته دي. فما تخليش الشيطان يسيطر عليك بافكارك. اي حد اي حد بيحاول يهدك او يحبطك، انت اشفق عليه. ده هو اساسا كده من جواه مريض نفسي. مريض نفسي عايز يعني ساعات بيصعبوا عليا، صدقوني. انا دلوقتي لما بعدت، صدقوني لما بعدت بقيت انا حلوة. بقيت ان انا واحدة كده، كنت انا وانا وانا يعني بقيت مثال كده للشخص الكويس. بعد ما بعدت وكنت وحشة قوي وطلعوا عليا كلام كتير وحش، بقيت انا دلوقتي مش شكرانية في نفسي. بقيت انا دلوقتي حلوة وبيحبوا يتمسحوا بيا وتعالي وما تجيش. بس انا خلاص بعدت. انا دلوقتي ما بقيش زي الاول اسكت، لا، انا بقيت اتكلم واخد حقي. ومش شرط اخده بالكلام، بالفعل. بالفعل انا بقيت ايه. انا عملت اللي انتوا ما عرفتوش تعملوه. انا مش شكرانيه في نفسي. يمكن الحاجه اللي انا عملتها بالنسبه للناس بسيطه، لكن بالنسبه لي انا حاجه كبيره ان انا اوصل لحاجه زي دي. حاجه كبيره. يمكن قناتي كمان بقيت تتكلم عني. يمكن الناس شافت مريم الانسانه قبل مريم اللي بتعمل مشاريع، ومريم اللي بتحس الناس ان هي تشتغل. يمكن الناس شافتني مريم الانسانه، وده اللي محببني اكتر ان انا ادي اكتر. صدقوني انا واحده من الناس اللي بيديني حاجه حتى لو قليله، انا ببقى لو اديته ايه ببقى حاسه ان انا مقصره معاه، ببقى عايزه اديله حاجات كتيره قوي، ببقى عايزه اخدمه بعناية. انا واحده من الناس كده. بس اللي بيقول لي كلمه تضايقني وتجرحني بحس ان انا اساسا مش طايقاه، مش حباه، مش عايزه اشوفه قدامي. مش حتى لو هو جه اعتذر. اصلك انت بتقول لي كلمه تجرحني بقية عمري وفي الاخر تيجي تعتذر؟ طب فين؟ طب ما انت قلت الحاجه الوحشه. بس انا دلوقتي الحمد لله بقيت ما ببصش للحاجات دي. وعايزه كل شخص او كل حد مر بتجربه وحشه في حياته وكانت جواه افكار وحشه وعداها وتخطاها واشتغل على نفسه، يقول لنا في التعليقات عشان نشجع الناس اللي هي كانت زي حالاتنا او زي حالاتنا. نشجعهم ان الدنيا فيها خير لسه، ان في امل. طول ما احنا عايشين في امل، وان احنا ما نفكرش في السلبي. دايما نفكر في الحاجة الايجابية. انا النهاردة مريم تانية خالص، بفضل ربنا ثم بفضل دعواتكم وتشجيعكم ليا.
انا بقيت انسانة تانية خالص. بقي كل تفكيري في بيتي، في شغلي، في ولادي، في زوجي. طبعا الأولوية لولادي ولزوجي ولبيتي، وبعد كده شغلي. فاشغلوا نفسكم، حطوا هدف قدامكم، اشتغلوا على نفسكم. حتى لو بدأتوا صغيرين قوي، مع الوقت هتكبروا، مع الوقت هتكبروا. وربنا يبارك فيكم ويحفظكم ويحفظ أولادكم، ويبعد عنكم أي حد بيحاول يأذيكم أو يجرح مشاعركم. أنا حابة إن أنا كصاحبة محتوى كانت حاسة إن من واجبي هقول لكم الكلمتين دول. طبعا اللي جوايا كتير أنا مش هقوله في فيديو، بس أنا دي حاجات خاصة خليها بيني وبين نفسي. لكن أنا بس لما لقيت في ناس كتيرة ضعيفة، حبيت أشجع الناس دي وأقول لهم إن أنا كان فيا برضو.